يا باي انا كل ما اشوف البني ادم ده الصفاضي بحس اني مخنوقه كده مخنوقه. مفيش وقت اني اعلق خنقتي على البني ادم اللي قدامي، لان من الاخر كده البني ادم اللي قدامي ما هو الا محفز لصدمه انا كنت فيها في صغري. لما بشوفه وهو شبه شخص كان موجود او ريحته نفس ريحه الشخص اللي كان موجود لحظه الصدمه اللي انا فيها. ويا جماعه خدوا بالكم، الصدمه مش حاجه كبيره، ده الصدمه ممكن يكون موقف صغير قد كده، حد هزقني، حاجه وقعت مني وما عرفتش اخد حقي، ايا كان ايه الموقف الصدمي بالنسبه للطفل ممكن يكون حاجه كبيره. فاوعوا برضو تهيفوا مشاكل ولادكم الصغيره وتقول يا ابني كبر دماغك. نرجع مرجعنا تاني، الشخص ده بيحفز جوايا صدمه انا كنت شاعر فيها بالاختناق. فتكرار شعور الخنقه لما بشوف البني ادم ده، مش المشكله في البني ادم، المشكله في اللي بيستفزه البني ادم جوايا.